هانزل كده بالفراولة وهابتدي أضيف باقي مكونات الوصفة اللي معايا. هاضيف هنا كده السكر ومش هاكتر سكر، حابة المزازة بتاعة الفراولة تبان معايا، كده الفراولة فيها نسبة من السكر واللبن فيه نسبة من السكر، فمش هنكتر السكر قوي عشان طعم الفاكهة اللي احنا حاطينه يبان معايا. حطيت الفراولة وحطيت السكر وهنزل كده باللبن. دلوقتي هاضرب العصير كده في الخلاط لحد ما ينعم معايا. أنا ما باحبش أنعّمه أوي، باحب كده الفراولة تكون باينة معايا قطع، فهاضربها وأخلّي فيها سِنّة كده باينة معايا، فهاضرب كده كويس، وأنتم حابين تنعّموها أكتر هتضربوها أكتر. يبقى هنا كده عملت معاكم عصير فريش طازة سهل وبسيط وسريع بمكونات موجودة في البيت، ونتيجة وطعم حلو هيعجبكم. اي حد يقدر يطبق وصفة النهاردة. مش حابين تضيفوا اللبن هتضيفوا مية، حابين تضيفوا نص لبن ونص مية هتضيفوا، حابين تضيفوا لبن بس زي ما انا عملت تمام. شغالة معاكم في اي حاجة الوصفة دي، اي سوائل هتضيفوها هيبقى معاكم العصير طعمه حلو وهيعجبكم. هبتدي كده اقدمه. يبقى هنا انا حطيت فراولة وحطيت معايا لبن وحطيت سكر، مكترتش نسبة السكر وضربته كده معايا وهبتدي اقدمه. خلصت كده وصفة النهاردة. تابعونا وتابعوا وصفاتنا، ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، ولو عندكم اي استفسار اكتبوه هرد عليكم. اكتبوا لي كمان بتتابعوني من انهي بلد، وايه رأيكم في وصفتنا النهاردة، وايه الوصفات اللي حابين نقدمها معاكم. عملت معاكم عصير فراولة فريش كده طازة سهل وسريع بنتيجة حلوة هتعجبكم.